بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع راكم غايه مهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائله تاعكم. الحكايه تاع الليله من اقصى الحكايات اللي حكيتها، ولا يفلح الساحر حيث اتى، وهل ينفع الندم؟ قبل ما نبداو الحكايه تاعنا جيم او كومونتير ويلا الشيرات نبداو الحكايه تاعنا على بركه الله. تقول صاحبة الحكاية: السلام عليكم، أنا أم نوال من غرب الجزائر، عمري 45 سنة، مطلقة منذ 7 سنوات تقريبا، أم ل3 بنات، أكبر وحدة فيهم نوال، زوجة عسكري وعندها 2 أولاد، ممرضة في قسم الجراحة، وعمرها الآن 26 سنة، وهي اللي راني عايشة عندها الآن أنا وبناتي الثانيات. الحمد لله ما خصني والو، هانية بدون مشاكل. لكن بعد ما سمعت قصص مشابهة لقصتي الصادمة في قناتك، قلت علاش ما نشاركش حتى أنا قصتي باش تكون عبرة لمن يعتبر. ما تعايرونيش، دعولي ربي. قبل 7 سنوات من نهار اليوم كنت أسعد إنسانة مع زوجي وبناتي الثلاثة، لكن موت عمتي قلب حياتي ودمرها نهائيا. بين ليلة وضحاها خسرت كلش، اتطلقت وزدت اتفضحت، حملوني جريمة درتها وأنا طفلة بريئة، براءة الذئب من دم يوسف. راح تبدأ الحكاية من عام 1978. في هذا العام راح يتزوج بويا مع بنت خالته وردية اللي هي ما. في هذا العام ما كان عمرها 20 سنة، وراح تعيش مع دار العائلة المتكونة من عجوزتها اللي هي خالتها و3 خواتات راجلها شيرات، وحدة أكبر منها ب2 وزوج أصغر منها، وحدة 18 ووحدة 16 سنة، وزوج عمومي، واحد متزوج وواحد عازب. على حساب كانت تحكي لي ما، عجوزتها اللي هي خالتها كانت قاسية عليها بزاف وفارضة عليها تخدمها وتخدم بناتها الثلاثة، يعني ما كانت عايشة بونيشة عند خالتها. بعد عام تقريبا على زواج ما ولدت وجابتني أنايا، وعلى حساب قولها كنت غابنتها بزاف، كنت مراضة ونبكي في الليل. وكانت عمتي ذات 17 سنة، يعني الصغيرة قاع في عماتي، تعاون أمه. مثلا كي تكون أمه مع الشغل تاع الدار هي اللي تشدني وتسكتني وتشربني الحليب، ومرات تبدل لي وتغسل لي ملابسي. كانت أمه تشكرها وتقول لي عمتك فلانة هي الوحيدة في بنات خالتي اللي في قلوبهم الرحمة. واستمرت حياتنا على ذا الحال. طبعا صراو بزاف مشاكل مع أمه وخالتها وبنات خالتها، لكن أمه كانت صابرة حتى العام 1986 تحديدا. تزوجوا زوج عماتي وبقات عمتي الصغيرة. في هذاك الوقت أنا كان عمري 7 سنين تقريبا، وكانت أمه زادت ولدت بعدي طفل وطفلة، وكيف عمتي الصغيرة هي اللي كانت تساعدها في التربية وفي الشغل تاع الدار. في هذا العام راح ندير جريمة شنعاء، لكن كنت صغيرة وبريئة وما رانيش عارفة قيع شراني ندير، وعمتي هي العقل المدبر، يعني هي المجرمة. اسمعوا شاسرة، أنا كنت نقرأ سنة 2 ابتدائي، وكانت عمتي قاعدة في الدار ممنوع الخروج. لو كان يشوفها عمي طلت من الباب ولا متاقة يقتلها بالصوت.
لكن كانوا يجوا عندها صحاباتها وبنات خالاتها اللي يسكنوا في الجوار. عندها 4 خالاتها بلا جداتي اللي هي أمي، يعني 5 خالات. وهاد الخالات قاع عندهم بنات وولاد، ومن بين خالاتها كاينة بنت خالتها خيرة. وهذه خيرة كانت الصديقة المقربة لعمتي، كانت تجي عندنا الصباح وعشية وتلبس هي وعمتي نفس اللبسة، يعني يتسلفوا على بعضهم، كانوا كيما الخواتات مشي كيما الصحابات. عمتي كان عمرها 24 سنة وخيرة كان عمرها 26 سنة، وكانت خيرة خياطة في وزين مع بنات الحومة. كي كانت تجي خيرة عند عمتي كنت نجمع معاهم، وكنت نسمع عمتي تشكيلها وتقولها راني حاسة باللي راني في حبس، ما نخرج ما ندخل، مشي كيما انتيا تخرجي وتروحي تخدمي، انا خاوتي دمروني، نتمنى يجي مكتوبي ونتزوج ونتهنى منهم. لكن خيرة كانت تقعد تضحك عليها وتقول لها أنا راني كبيرة عليك، بصح ما رانيش مقلقة على الزواج، نحوس نفتح الجراج تاعنا نديرو محل خياطة ونخدم على روحي ونولي أكبر خياطة. وتقعد تضحك. حتى لوحد النهار كنت مجمعة معاهم، سمعت عمتي تقول البنت خالتها خيرة اليوم رحت أنا وما الحمام، وكي جينا راجعين تخيلي شكون اللي لقانا وهدر معانا. قالت لها شكون؟ قالت لها حميد ولد خالتي فلانة، وشاف فيا بنظرة إعجاب وضحك معايا، وفهمتها باللي راهي بزاف فرحانة. وولات كل ما تجي عندنا خيرة تحكي لها عمتي على حميد، وباللي راهي تحلم نهار اللي يخطبها وتتزوج بيه ويعيشوا مع بعض ومنا. وخيرة كانت تقولها إن شاء الله ربي يجعله من مكتوبك. ومع مرور الأيام والأشهر وعمتي غي تحلم بحميد ولد خالتها، حتى جاتها الصدمة الحقيقية. واحد النهار بعد العصر راني عاقلة، جات حميد عندنا للدار، حطت عمتي القهوة والمبسس وفرشت لها تحت الكرمة في الحوش، وكنا قاع مجمعين معاها أنا وما وخاوتي وعمتي وجداتي. وطبعا عمتي كانت بزاف فرحانة وكانت تتقلش في خالتها، غي خالتي جمعي، خالتي شربي القهوة، خالتي كولي مبسس أنا اللي طيبته. تحوست تبين لها باللي أنا شاطرة وخطبيني الحميد وبينما حنا نشربوا في القهوة فجأة شافت حميد في اختها اللي هي جداتي، وشافت في أمه، وقالت لهم إذا كتب ربي راح نخطب بالحميد، راني باغية نزوج ولدي حميد. شفت أنا في عمتي وقلت في قلبي ياه يا عمتي تحقق الحلم تاعك، بالرغم من أنه كنت صغيرة وخاطيني هاد المواضيع. عرفت باللي عمتي راح تفرح، لأنه قاع النهار وهي تهدر على حميد والنهار اللي يخطبها وتتزوج بيه. طبعا عمتي فرحت فرحة كبيرة، وجهها تورد ولا أحمر وحشمت وناضت. أنا هنا بما أنه أنا لازاليها وتبغيني ونبغيها لحقتها، لقيتها تتصنت عند الباب تاع الحوش وقالت لي هس روحي حدايا نتصنتو. وقعدت أنا وياها نسمعوا شراهم يقولوا، حتى قالت حميد بغيت نخطب بفلانة بنت الجوارين الولدي حميد، قافزة وشابة وكل صبع بصنعة. شفت في عمتي لقيتها مكشرة وجهها وكي شغل زعفت. زدنا قعدنا نسمعوا. كملت حميد في هدرتها وقالت لها لكن يا أختي قال لي والو، غي هذه اللي ما تقوليهاش، أنا راني باغي بنت خالتي. هنا عمتي رجع المال وجهها وعاودت حمارت وزراقت وفرحت، وراحت تجري للكوزينة
باه تغسل وجهها بالماء البارد، وطبعا لحقتها وقعدت نشوف فيها، وكانت في قمة السعادة. بعد ما راحت خالتي، أو بالأحرى خالة عمتي، رجعت أنا وعمتي جمعنا في الحوش مع أمها وجداتي. عمتي كانت مقلقة غير باش يخبروها الخبر السعيد باللي حميد راح يخطبها. كانت الصدمة لعمتي. جداتي قالت لها غدوة إن شاء الله راح نروح أنا ومرت خوك نخطبوا الحميد. هنا عمتي قريب قلبها حبس، قالت لها شوالا راكي من نيتك تروحوا تخطبوا الحميد؟ فهميني علاش خالتي جات عندنا؟ قالت لها جداتي خالتك جات تخبرني انا ومرت خوك باش نوجدوا رواحنا غدوه ان شاء الله ونروحوا نخطبوا الحميد. الصدمه شكون هي العروسه؟ العروسه هي خيره، نعم خيره صديقه عمتي المقربه. كي قالت باللي خيره عمتي صاي ما ولاتش تضوي، قريب ماتت. وهنا فهمت علاش قال بنت خالتي، هو قصده على خيره. وعمتي من كثرة الفرحة خلاتهم ما كملوش الهدرة وراحت تغسل في وجهها، وطبعا فاتتها الحلقة تاع خيره. دخلت عمتي في حالة حزن يرثى لها، قاعدة تبكي بالشهقة. كيفاش حميد يخليني أنا ويخطب خيره؟ أصلا أنا صغيرة عليها وشابة عليها. لكن يا خواتاتي هذا الشيء عكس، خيره شابة وما شاء الله عليها. المهم راحوا خطبوها، والعشية جات عدنا خيره وكانت حشمانة وخايفة من ردة فعل عمتي. قالت لها والله ما كان على بالي باللي حميد راح يخطبني أنايا، وهذا مكتوب ربي، أنا ما قلتلوش رواح، هو اللي خيرني أنايا. هنا عمتي لعبتها فرحانة، قالت لها شراكي تقولي خير أختي؟ نورمال مكتوب ربي، والله لا راني فرحانة لك، ربي ما كتبليش حميد، وممكن راح يجيني واحد أحسن من حميد. وقعدوا يضحكوا ويحكوا وأنا مصدومة، هذه عمتي اللي كانت تبكي وفي حالة. وقعدت علاقتهم طبيعية وأحسن من ذي قبل. وبعد الشهر على الخطوبة تاع خيره عمتي حكمتها ضرسة العقل، هكا قالت لجداتي، وطلبت منها تخليها تروح للطبيب وتقلعها. وفعلا راحت عمتي للطبيب، وكي رجعت العشية من عند الطبيب عيطت لي ودخلتني للشومبرا تاعها وقالت لي فلانة مشي في خاطرك صباط احمر؟ قلت لها واه صحاباتي قاع عندهم وانا ماما ما بغاتش تجيب لي صباط. قالت لي ولو كان انا نشري لك صباط لكن بشرط. قلت لها قولي الحاجة اللي تبغيها نديرها لك. قالت لي ياك راكي تروحي تلعبي مع بنت خالتي فلانة في دارهم؟ قلت لها واه ديما نروح عندهم. وصح أخت خيرة الصغيرة كانت صديقتي وكنت نلعب معاها هي وخوها غميضة في دارهم. قالت لي صحة راح نعطيك هذه القرعة الصغيرة ورشيها في وسط فريش خيرة، تعرفي الفريش اللي ترقد عليه خيرة؟ قلت لها واه. قالت لي رشيه في وسط فريشها وردي بالك يشوفوك. قلت لها صحة. العشية كي جيت رايحة عندهم اديت معايا ذيك القرعة الصغيرة درتها في جيبي ورحت، وبينما أنا نلعب غفلت خيرة وامها ورحت لفراشها اللي عند التاقة وفرغت فيه قاع القرعة هذيك، وطبعا خبيتها وبعد ما رجعت أعطيتها لعمتي. قالت لي ما شافك حد؟ قلت لها ما شافني حد، خيرة كانت خدامة وامها كانت تعجن في الكسرة. قالت لي مليح. وبقيت على ذا الحال أشهر عديدة، كل مرة تعطيني حاجة وتقول لي اديها ورشيها في الفراش تاع خيرة. الحق موعد العرس وهنا ماتت أم خيرة
وطبعا تأجل عرسها بسبب الجنازة وراكم عارفين. وخلت لها أختها ذات 8 سنوات وأخوها 10 سنوات، وبقات خيرة وخاوتها عايشين وحدهم يتامى. وهنا ولات عمتي تقريبا كل أسبوع تعطيني نرش لها في فراشها، في العتبة، في ملابسها. وخيرة ما كانتش قاع فايقة بيا، أما أنا ما كنتش نعرف شراني ندير، ننفذ أوامر عمتي وصاي. المهم عمتي كانت مرة على مرة تعطيني مكافأة، مرة تشري لي لباس، مرة تجيب لي لعبة، مرة تشري لي الماكلة. المهم الحاجة اللي نقولها عليها تجيبها لي، وما كانت حاسبة عمتي غيرها تقلشني وصاي. وطبعا ما كانش على بالها بالشي اللي كان يصرى بيني وبين عمتي، كانت تحذرني تقول لي ردي بالك تحكي لكش واحد. الكارثة الكبيرة كي كانت تجي عندنا خيرة للدار، عمتي كانت تدير لها السحر في الماكلة، في القهوة، في الماء. لكن خيرة كانت دايرة ثقة كبيرة في عمتي، ومرات كانت تجي وتبات عندنا هي وخاوتها وتقول لجداتي انتي وبنتك ربي يعوضني على والديا فيكم، وتدعي لهم ربي يحفظهم. وكانت جداتي ناوية كي تتزوج خيرة تجيب ولاد أختها وتربيهم، لكن كل مرة يتأجل العرس. مرات يمرض حميد، مرات تموت أخت حميد، مرات تصرى كارثة في الحومة، حتى اللي فاتت 4 سنوات على خطوبة خيرة وحميد. ومع الأسف بعد هذو السنوات بدات أعراض السحر تبان على خيرة، مرضت مرضى كحلة وطاحت في الميزان وتبدل الشكل تاعها، ولات رقيقة غير العظومة، ولات إنسانة أخرى لدرجة أنه عينيها كانوا شابين، ولات حولة عين صدهاك وعين صدهاك. شعرها كان قوي وكحل ورطب، كانوا يشبهوها بالعطيفة العرفاوي هذاك الوقت. ولات قرعة شعرة ما تسعاش في راسها، كانت سمينة ولا طايتها شابة، ولي طايور اللي تخيطهم كانوا يجوها هبال، كانوا قاع الناس يغيروا منها. ولات كيما الهيكل العظمي، كانت بيضة والخانة طابعتها عند العين، ولات كحلة وتقول عجوزة وهي عاد 30 سنة، وديما مريضة وتتقيا حشاكم وراقدة، وحكمها الخوف والرهاب. وطبعا حبست الخدمة، ما ولات لا تخرج لا تدخل حتى في الدار وما تخيطش. وطبعا حميد كي شافها هكا كره منها وسمح فيها، وبدات عمتي تدور بحميد لعل وعسى يبغيها ويخطبها، لكن هو ما على بالوش قاع بيها. كانت تكتب له رسائل غرامية وتعطيهمني أنا وتقول لي وصليهم الحميد، لكن هو كي كنت نعطيه الرسائل كان يقطعهم ويقول لي ما تعاوديش تجيبي لي هذوك الرسائل من عند عمتك المجنونة، ويبغي يضربني. لكن هي أصرت حتى اللي جا نهار راح حميد الولاية بعيدة وتم تعرف على وحدة وتزوج بيها، وهذا كان من حسن حظه، لأنه لو كان قريب، لو كان عمتي دارت المستحيل باش تفرقوا مع مرته. حزنت عمتي حزن شديد واستسلمت للأمر الواقع، خصوصا بعد ما زاد ولد عند حميد كرهاته، ما ولاتش قاع تخمم فيه. ورجعت علاقتها مع صاحبتها خيرة علاقة وطيدة، واللي تنحسها ندمت على الشي اللي دارتو فيها. والغريب في الأمر ما كانش اللي تقدم لخطبتها تقول عرفوها كي دايرة. خيرة مسكينة عام بعد عام وهي مريضة، وكان خوها واختها متعلقين بيها بزاف كي شغل هي أمهم. وبقينا على ذا الحال حتى اللي لحقت للباك وعاودته مرتين،
هنا حبست القراية وقعدت في الدار. خطبتني خيرة لخوها وقعدت أشهر قليلة وتزوجت بيه ورحت نعيش مع خيرة ومع أختها. وكنت متهلية في خيرة، نطيب لها، نغسل لها، نخرج أنا وياها نحوسو. وكانت عمتي تجي وتقعد مع خيرة يحكوا يضحكوا. وكي تمرض خيرة تجي تجري عمتي وتبكي عليها بالدمعة. وكان راجلي يبغي اختو بزاف بزاف ويقول لي خيرة ما مش اختي. بعد 4 سنوات زواج خيرة زاد عليها المرض، ولات ما تاكل ما تشرب، وماتت الله يرحمها بمرض السل. ربي عافينا ويشافي كل مريض. حزن عليها راجلي حزن شديد، وحتى عمتي شهر وهي تبكي عليها وتجي لبلاصتها وتقعد تسلم: وين راكي يا حبيبتي خيرة؟ وين راكي يا توأم روحي؟ والناس مصدومين بصداقتهم وحب عمتي الخيرة. المهم حزنت عليها حزن شديد. بعد عام تزوجت أخت زوجي وبقيت عايشة وحدي أنا وزوجي وبناتي حتى العام 2017 وتحديدا شهر ماي. هنا كنت عايشة سعيدة وفرحانة. بناتي زوج يقرأوا في الجامعة ووحدة في الثانوية، متربيات ويقرأوا مليح. وراجلي كان فاتح محل مجوهرات وبدلنا الدار تاعنا وشرينا دار كبيرة في مكان شباب. المهم حياتنا كانت جنة. واحد النهار وصلني خبر عمتي فلانة راها في السبيطار. شوالا عمتي راها في السبيطار؟ عمتي لاباس عليها ما فيها حتى مرض، أصلا تبان بصحتها وتبان صغيرة. لبست ورحت أنا وبنتي نوال وتم لقيناها في حالة جسمها كله شاش محروقة، غير العينين اللي بانوا، وهي في غيبوبة، ما تعرف اللي جاها ما تعرف اللي واقف عليها. المهم سقسيت عمي قلت له مالها؟ قالنا باللي كانت في حالة انهيار عصبي وكبت على روحها ليسونس وشعلت في جسمها النار، يعني حاولت تنتحر، حاولت تدير حد لحياتها وليعوذ بالله. هنا راجلي غاطه وتعاطف معاها، قال لي مسكينة عمتك لقات روحها عايشة وحيدة، حتى صاحبتها اللي كانت مونستها ماتت وخلاتها، على بيها وصلت لهذه الحالة. وقال لي إن شاء الله كي تريح عمتك نجيبوها تعيش معانا ما نخلوهاش وحدها. قلت له إن شاء الله. الصدمة بعد أسبوع تقريبا جاء عندي عمي للدار وقال لي عمتك فلانة قالت لك أرواحي. قلت له غير البارح الصباح كنت عندها وأصلا راني ناوية اليوم نرجع ليها. قال لي راها بين الحياة والموت، قالت لك أرواحي انتي وراجلك واخت راجلك. استغربت، صح أنا بنت خوها وراجلي واختو علاه. من بعد قلت بالك كاش ما باغية تقول لهم، بالك كاش ما باغية تشهدهم. وفعلا جات أخت راجلي وراجلي ورحنا عندها وتم كانت الصدمة الحقيقية. غي شافت راجلي واختو ولا تبكي وتقولهم سامحوني سامحوني أنا اللي دمرت لها حياتها، وتبكي بكاء هستيري. راجلي واختو ما فهموا والو، بدات تحكي كيفاش كانت تعطيني السحر نرشو الخيرة وكيفاش كانت تحط لها السحر في الماكلة وقاع شدارت. سبحان الله، ربي عطاها القوة باش تحكي الحكاية من البداية للنهاية. راجلي واختو يبكوا وأنا قعدت مسمرة في بلاصتي ما عرفت ما ندير. صدقوني خواتاتي وربي شاهد كنت ناسية قاع هذا الشي. هنا استوعبت كلش وقعدت نتفكر كيفاش ماتت خيرة وحسيت بتأنيب الضمير. خرج راجلي وهو زعفان. كي رجعنا للدار
قعد يبكي 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 حتى اللي ضروا راسو. أما أختو قالت لي والله ما نسمح لك انتي وعمتك يا وحد السحارة، وراحت لدارها. أما راجلي ما ولاش قاع يهدر معايا، غير يشوفني يقعد يدعي عليا وعلى عمتي ويقول لي إن شاء الله تنحرقي كيما انحرقت عمتك، وإن شاء الله جهنم تقارع لكم. بقيت في داري، لكن زوجي ما ولاش كيما مضاري، وعرفت باللي صاي خسرته. كنت مرة على مرة نروح نطلع على عمتي في السبيطار، لكن ما تهدر ما تشوف. بعد 20 يوم على الاعتراف تاعها ماتت في السبيطار. عانات ما نقدرش نوصف لكم شصرا لها. سبحان الله، ربي عاقبها في الدنيا. بعد عام راجلي قال لي صاي ما نحتاج سحارة في حياتي، وطلقني. هنا خرجت وكريت الدار أنا وبناتي 3. وبعد شهرين على طلاقي زوجي عاود الزواج وتزوج بوحدة أصغر من بنته نوال. المهم قعدت عايشة أنا وبنتي نوال في سكن الكراء، وبعد عام تزوجت مع عسكري ورحت نعيش معاها أنا وبناتي 3. والآن بنتي راهي تخدم في المستشفى، وراجلها يخدم في جنوب الجزائر، يجي مرة في شهرين، وأنا نربي لها ولادها. والحمد لله راني عايشة لاباس عليا. وسقسيت الإمام وحكيت له قاع القصة، وقال لي انتي خاطيك علاه تعيشي بتأنيب الضمير، كنتي صغيرة وما تعرفيش. لكن استغفري وادعي لها بالرحمة، وادعي لعمتك ربي يغفر لها ويرحمها هي تاني. نتمنى منكم خواتاتي تدعوا لي وتدعوا لعمتي وخيرا. هذه هي حكايتي، نتمنى تكون عبرة لمن يعتبر. هذه هي الحكاية تاع اليوم. قد ما بكيت قعدت في المونتاج 6 سوايع، صدقوني خواتاتي من أقصى القصص اللي سمعتها. طبعا هذه الحكاية جاتني بعد الحكاية اللي حطيتها، راني في تقريبا 1.5 عام اعتراف أمي على فراش الموت، راح نخليها لكم في أول تعليق مثبت. الله يرحم خيرا، والله يرحم عمتك ويغفر لها، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نهاية الحكاية، تهلاو في رواحكم، إلى اللقاء.